بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. رباعيات الخيام يا جماعة رجعت من جديد للنادي الأهلي. النادي الأهلي يكسب الإسماعيلي 4-0 مع الرأفة. نادي الزمالك يتعثر أمام بتروجيت 1-1. نادي حرس الحدود والكابتن محمد يوسف من تفوق لتفوق يكسب فاركو 2-0. نادي البنك الاهلي يتغلب على سموحه 4-1. النهارده كانت بدايه الجوله ال 14 من جدول الدوري الممتاز، ونبدا من الاخر. النهارده الاهلي لون وتعب وريحه، واهلي زمان رجع يا جماعه. انا شايف اهلي زمان بيرجع، شايف اهلي جوزيه بيرجع. النهارده ما تعرفش تتكلم على مين ولا مين ولا مين في النادي الاهلي. النهارده لما تمسك امام عاشور متصدر هداف جدول الدوري الممتاز برصيد 9 اهداف، وضيع قصادهم يجي 19 هدف. امام عاشور زي ما قلنا قبل كده كاريزما مختلفه، لعيب مختلف، لعيب من طينه الكبار. لما تيجي تتكلم على محمد عبد الله الناشئ بتاع النادي الاهلي، لعيب مزيكا يا جماعه. عايزك تبص على اداء وتحركات محمد عبد الله في الهدف الثالث والهدف الرابع. الهدف الثالث خد الكوره وطلع مباشر ودخل لاتنين لعيبه، عدى من وسط الاثنين اداها الامام، امام اداها لحسين، حسين حطها بمنتهى الاريحيه. في الهدف الرابع دخل وخد الناحيه الشمال كان الناحيه الشمال بيشتريها لحسابه محمد عبد الله، ودخل واتأنى وبص وراح مبصيها لاحمد رضا. احمد رضا حط هدف في التمانيات في السوكه، في المكان اللي ما يروحلوش غير الشيطان. النهارده لازم نتكلم على احمد رضا، لعيب مميز في وسط الملعب. صفقه جامده جابها النادي الاهلي. النهارده حط هدف ما يحطوش غير لعيب كبير. باصه كوره لامام عاشور ما يباصهاش غير لعيب كبير يا جماعه. النهارده ما زال التألق مستمر مع جرادين شار اللي هو ولعها نار، رغم انه ما حرزش اهداف النهارده الا انه عمل ماتش كبير. يكفي انك تشوف الجون اللي جابه امام عاشور كان السبب فيه جرادين شار يا جماعه. حسين الشحات اضاع ركله جزاء محققه للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت جاب هدف. حسين بقاله فتره ما بيجيبش اهداف. النهارده شفنا حسين الشحات اداء متميز. النهارده شفنا مارسيل كولر يابا ما اخترعش وحط كل واحد في مكانه، وشفنا الصفقات قد ايه ساعدت مستر مارسيل كولر. لك ان تتخيل الاهلي بقى فريق مجرم، بقى فريق مرعب. لك ان تتخيل دكه البدلاء عامله ازاي في النادي الاهلي، وسببه علي بره، قفشه بره، عمرو السوليه بره، والقائمه تطول. ولازم نحتفل النهارده بلاعبنا المميز مروان اللي هو النهارده احرز هدف، اول هدف ليه مع النادي الاهلي. مروان عطيه ادوله الهدف عشان يحتفل بابنه اللي جاي جاب هدف من ضربه جزاء هيفتكروا كتير. ده اول هدف ليه مع القلعه الحمراء. النادي الاهلي النهارده طمن جماهيره كلها على 22 فبراير ومباراه الزمالك القادمه. قبل ما نختم كلام عن النادي الاهلي لازم نقول الف سلامه عليك يا بيبو. محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي تحمل ما لا يتحمله بشر في السنه ونص اللي فاتت، وخلاص هياخد الرحله العلاجيه بتاعته. لازم نقول له الف سلامه عليك يا بيبو، اديت ما عليك، وقفت مع الاهلي. حبك للنادي الاهلي عمل مع النادي الاهلي كتير، عملت اللي عليك. ربنا يوفقك في فترة العلاجية القادمة. هنخش على المباراة اللي بعدها، مباراة الزمالك وبتروجيت. اللي عايز اقوله ان الزمالك النهارده نكد على جماهيره. جماهير الزمالك النهارده مش سعيده، مش مبسوطه. نادي الزمالك النهارده بيفقد نقطتين في جدول الدوري. المفروض ان نادي الزمالك بيصارع على الدوري الممتاز. لعيبه نادي الزمالك النهارده كلها فكرت في مباراه القمه، ما فكرتش في مباراه بتروجيت. من المباراه اللي قبلها ولعيبه نادي الزمالك عماله تاخد انذارات في انذارات.
عشان تلعب ماتش القمه. ماتش القمه يا جماعه ب3 بونت زي ماتش بتروجيت ب3 بونت. لك ان تتخيل عدم وجود عواد، عدم وجود محمد شحاته، عدم وجود مصطفى شلبي اثر في نادي الزمالك. والنهارده زيزو ابو 100 مليون بيضيع قدام الجون. شفنا احمد سيد زيزو ما يستاهلش 1000 جنيه، مش ما يستاهلش 100 مليون جنيه. النهارده احمد سيد زيزو قدام منطقه الجزاء في 6 ياردة وبحط الكرة بره. المفروض احمد سيد زيزو من احسن لعيب في مصر لاسوأ لعيب في مصر. النهارده احمد سيد زيزو بيضيع كور ما تضيعش. النهارده عيب اما نادي كبير بحجم نادي الزمالك يبقى رمانه ميزانه لعيب عنده 40 سنه. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد هو اللي رجع نادي الزمالك النهارده من الهزيمه. احنا شفنا كلنا هدف التعادل لنادي الزمالك في الاعاده بتاعت الهدف الاولاني البتروجيت. عبد الله السعيد كره مسطره، كمل احمد بحبح مدافع بتروجيت وقال له انا رايحك يا نصر يا بنسي، دخل له الجول والزمالك طلع بتعادل باهت. اي نعم الزمالك قدم مباراه فنيه كويسه في الشوط الثاني، لكن الزمالك تفكيره مباراه القمه افقدوا نقطتين في مباراه بتروجيت. النهارده لازم جماهير الزمالك تفرح بحاجه واحده بس، ان عندها لعيبه ناشئه وطالعه تبشر بمستقبل خير لنادي الزمالك. لازم مجلس اداره نادي الزمالك يراجع نفسه، لازم الاداره تراجع نفسها. الجماهير النهارده كانت بتقول لزيزو روح لبيدو، احنا مش عايزينك. مش كل اللي بيطلع في الاعلام من نادي الزمالك بيدي الجماهير باور بالاونطه. لازم يبقى في مصارحه لدى جماهير نادي الزمالك، لازم تعرفوهم الزمالك واقف فين ورايح فين. الزمالك فريق كبير، من غير الزمالك مفيش اهلي، من غير الاهلي مفيش زمالك. عايز اقول لكم انتظرونا في بث مباشر ان شاء الله يوم 22/2 لمباراة القمة ما بين الاهلي والزمالك، وان شاء الله هتتفرجوا على حاجة متعة. شكرا ليكم، سلام عليكم.